مرحبا، كيفكنز؟ ان شاء الله تكونوا الحمد لله. رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم بدنا نحكي عن ليش بكره اليوتيوبرز. بحبهم كمان الصراحة، ما بدي كذب، يعني بحبهم 50% بس بكرههم بنفس الوقت 50%. يعني هذا حب لا يفهم الكلام، او حب معقد، او الحب الاعمى، ما بعرف شو هذا الحب اسمه. المهم، انا رح اخبركم اليوم وجهة نظري بالنسبة لكل اليوتيوبرز. ما بدي احكي اسماء، ما بتفرق عندي صراحه، حكيت اسماء ولا ما حكيت اسماء، ما حدا شايفني اصلا، واحد بيعرف فيني، واحد سامعين فيني هن، وهن كثير صار مشهورين فهن مو سائلين علي، صح ولا لا؟ صح. المهم، رح اقول لكم ليش انا بحبهم. انا بحب اغلب اليوتيوبرز لانه هن حياتهم كانت قبل الشهره سيئه. قسم كثير كبير منهم عاش فتره حرب، بعدين راح ركب قوارب الموت، بعدين راح لجوء على اوروبا، فهو كثير عانى بحياته قبل ما يوصل. وفي جزء تاني منهم شي امهم وابوهم منفصلين، قام هو بده ينجح باي طريقه مشان يعين امه او يعين ابوه. شي منهم كمان يعني يعين امه مثل نور ستارز، ويعين ابوه مثل السيلاوي. وشي كمان منهم كتير يعني انا بالنسبه إلي اصل وانا واصل. المهم، انا بالنسبه إلي بحسهم هن قدروا بعمر صغير يوصلوا لمكان كتير كبير، يعني بعمر صغير مكان هالقد كتير كبير. فهذا الشيء لحاله يخليك تحس بالفخر، تحس حالك انه هن مثلا اليوم اعمارهم 25 27 26 واصلين لاماكن ما شاء الله سابقين كثير جيلهم. وفي منهم كمان قسم ما قدر يكمل دراسته، قال انه شو فوت بصناعه المحتوى، مثل ابو فله اللي ما قدر يسجل بجامعه قام قرر يتجه لصناعه المحتوى، وهون كان تغير بحياته، فينا نقول الحظ والتوفيق من عند رب العالمين طبعا. ايه، فانا هدول بحسهم ملهمين طرف، وفي من طرف ثاني عم ينعكس علينا سلبيا اللي احنا الشباب. حتقولوا شو رح ينعكس سلبيا؟ ليش؟ رح اقول لكم ليش. هلا هن ملهمين بالنسبه لنا، انه بالنسبه لي بيعطوني انه تحفيز، انه انا لازم اشتغل ولازم مزا هيك وكذا مدري شو. انا قاعد مثلا، انا قاعد بمكان الحمد لله منيح، فليش ما هن مروا بصعوبات كتير حتى وصلوا؟ طب انا قاعد بمكان هلا منيح، ليش ما اقدر اوصل اكثر منهم؟ طيب ليش هلا بكرهون؟ انا رح اقول لكم ليش بكرهون. لانه اول شغله ما عاد صنعوا محتوى بعد ما انشهروا. كل اليوتيوبرز، ما تقولوا لي اسم، كلياتهم يا اخي من نارين بيوتي هيك لمين ما بدك، ما عاد صنعوا محتوى. لما انشهروا صارت محتواهم لعمر مسكون، لغيث مروان، لمين ما بدك، كلياتهم لما انشهروا صار محتواهم عباره عن اعلانات على انستغرام ولايف ستايل على سناب شات. ما عاد عملوا محتوى. انا هي اكثر نقطه بكرهها بالنسبه لي فيهم، انه ما عاد صنعوا محتوى. ثاني شغله، صار في شغله عم تسبب عند الشباب كثير، وشفتها كثير عند رفقاتي، انه هنن نحن للاسف في كثير فئه من الشباب اللي هن والفئه الصغار صارين عم يقارنوا حياتهم يعني نحن عم يقارنوا هالشباب حياتهم حياه اليوتيوبرز. طب ما انت عم تقارن حياتك بحياته، بس انت عم تقارن احسن ما عنده باسوأ ما عندك. هن بس قبل هالمراحل كان عندهم مراحل كانوا اسوأ منا. فهون بتحس صار في عند الشباب شوي ضياع، شوي انه مو فهمانين الوضع، شو بدنا نعمل، شو بدنا نساوي. وصار في شغله لسه اصعب واصعب، انه العالم حتى صار بدهم يصنعوا محتوى، صار يقول لك انه شوف هدول مثلا اسامه مروه فيديوهاته كتير احترافيه، جو حطاب، انا كيف بدي اعمل هيك وانا ما عندي مصاري؟ انا كيف بدي اعمل نفس هذا المحتوى وانا ما عندي مصاري؟ طب ما هن لما بلشوا كانوا بسيطين، بس شو الفكره؟ انه هن اللي بلشوا كانوا اول شيء. طب ما نحن هلا بدنا نبلش، لازم تكون بداياتنا بسيطه. فانا هذا الشيء اللي كنت طول الوقت عم فكر فيه. كنت قبل انا والله مثلهم اقعد افكر انه يا الله كيف بدي اصنع محتوى، يا الله اذا بدي اعمل تجربه مثل ما عملها اسامه، او بدي اروح على مكان مثل ما عمله جو حطاب، ما فيني، ما معي مصاري. طب انت شفت قبل ما يوصلوا لهالمرحله هن وين كانوا؟ بلشوا من الصفر. كل العالم بلش من الصفر، كل العالم، مش بس اليوتيوبرز، كلياتهم.
صاحب امازون، صاحب شي ان، مين ما بدك بالعالم، بلشوا كلهم من الصفر. عن جد انا هذا الشيء اقتنعت فيه الصراحه من جديد. ايه، وليش بكرههم كمان؟ بحس صاروا اكثر يا اخي هيك، ما بعرف كيف، بس يعني صاروا بطريقه تافهين. يعني انه بس بيتمايعوا وبيطلعوا لك على السناب، ايه وين شوفوني اشتريت هي الشنطه من ديور حق $10,000 وكذا ومدري شو. انا 10,000 100,000 بيركن حق $100,000. طيب سوري يعني منك، اللي عم تعرضي شنطايت هيك، او اللي عم تعرض كذا، واللي عم تعرض الشوز اللي جايبته من شانيل حقه مين، انا ما بعرف، ما شو الاسعار، انا ارقام خياليه الصراحه. طب انتم ما بتعرفوا انه في عالم عم تتابعكم، اولاد صغار ممكن يطلعوا للحظه ويقولوا انه ليش نحن ما فينا نشتري هاي الشنطه؟ ليه ما فينا نشتري هاي الكنزه؟ ليه ما فينا نشتري هذا البوط؟ عم يتفهوا كتير تقديم حياتهم الباذخه والفارهه كتير والفاخره. يعني صار صراحه الموضوع كتير مستفز، و يعني صاروا يقدموا حياتهم بطريقه انه خلص بقى اوفر. بتمنى يتذكروا كيف كانوا بدايتهم بسيطة، وكانوا يشتروا شغلات بس ما يقدروا يفكروا بالعالم بلحظة بس. وخاصة انه انا عندي فكرة انه اولاد صغار اكثر شيء متابعينهم الاعمار الصغيرة، فهن كثير رح يتأثروا فيهم. فانا هاي المشكلة عندي اياها الوحيدة معهم، اكثر مشكلة الصراحة. وهيك بس مو بشكل عام انا كثير بحب انه هن تعبوا للمكان اللي وصلوا له، اجتهدوا، تعبوا، راحوا هجرة، في منه راح قوارب موت، في منه بده يساعد اهله. فهذا الشيء بخليك الصراحة تكون تاخذ منهم تحفيز، وتاخذ منهم يعني انا نور ستارز شو عملت بحياتها، هذا الشيء بالنسبه لي بيعطيني تحفيز. نارين بيوتي، سوري نارينز بيوتي او نارين عمارة، مثل ما هي بتحب الناديلة، متابعة طبعا بحبها. ايه انه كيف هي فتحت يوتيوب بسويد وبعدين تكفلت بعائلتها كلياتهم. فعظيمة هالمخلوقة. بيسان اسماعيل يلي ابوها راح بالحرب بسوريا الله يرحمه، وقدرت تعمل نجاح يكسر الدنيا. انا فكره بحبها لبيسان، انتم اغلب العالم ما بتحبها لبيسان. انا بحبها لانه بحسها بالنسبه إلي هي بتستفز العالم، بتستفزكم انتم كلياتكم من شان تجيب مشاهدات اكثر. يعني هي كل ما استفزت العالم اكثر بتجيب مشاهدات اكثر، بتصير ترند اكثر وبتجمع مصاري اكثر. هي عقليه الذكاء وهيك انا هاد رايي بصناعه بهدول باليوتيوبر الصراحه كلياتهم. وهيك اليوم هم كان بحياتي كثير بشع، يعني مو بشع بس كان شوي ملخبط. حسيت حالي ما في شيء اليوم اعمله كثير مهم، وفاية من الصبح صراحه راسي عم يوجعني كثير. هلا عم اقدم لايف ستايل لحياتي انا. ايه وهيك، بس انه الوجع اللي والله العظيم اللي اجاني وجايتني كثير سعلة، ما بعرف من شو الصراحة. أول ما بتجيني سعلة وبدون ما رشح، ما بعرف شو اسمها الحالة، يعني سعلة تحسسية، سعلة تعفسية، سعلة ما بعرف شو اسمها السعلة صراحة، بس هيك يعني. وأنا قاعد هلا بجنينة، صورت لكم هذا الفلوج. صراحة كان بدي أغير لكم المكان لأنه هيك الخلفية بعرف مو واضحة كتير، بس ما عم لاقي شي ستاند صور فيه. والله العظيم أنا عم صور لكم هلا على حجرة، صورت لكم إياها الفيديو الماضي، بس رح ارجع افرجيكم اياها هلا هذا الفيديو. شوفوا عم صور على حجره، هي عامله ستاند، فانه ما في مكان. هلا لو صورت لكم هيك بعرف انه هيك احلى بكثير خلفيه وبين وشي اكثر ومدري شو، بس ما عم لاقي ستاند. والله هيك حلو كانه ها، بس ما في ستاند يا اخي. بضل ماسك ايدي طول الفيديو، يمكن شي فيديو ضل ماسك ايدي بحس رح تنكسر ايدي. بس فداكن يا احلى عالم، بحبكم كثير. ان شاء الله تضلوا بخير، وبدي لكم بايز. وصلوا دقيقة المايك، وصلوا صلوا 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 ومليون صلوا انه هي النجاة الوحيدة لكم. وبايز.